السلام عليكم. يلا ندخل ميدان المسلة المعلقة اللي موجودة في المتحف المصري الكبير. زي ما انتم شايفين هي حجمها ضخم جدا. بس كانت مكسورة 3 أجزاء كده، كانت موجودة في صنع الحجر في المنيا. ولما حبوا يجمعوها اكتشفوا ان في القاعدة بتاعتها موجود خرطوش الملك ما بين القاعدة وما بين المسلة. فحبوا يعرضوها بطريقة حلوة، ففكروا ان هم يحطوها على قواعد كده طبعا ضخمة جدا عشان يثبتوها والزائر يقدر يشوف أسفل المسلة الخرطوش بتاع الملك، يعني اللي هو مكتوب عليه توقيع الملك وتاريخ ميلاده وتاريخ توليه العرش. والجزء اللي أنا بشاور عليه ده اللي هو المسطح الزجاجي ده اللي هو محطوط في القاعدة الأصلية بتاعت المسلة. ولو بصيتي لفوق هتشوفي المسلة ومحطوط فيها خرطوش الملك. كانوا الفراعنة بيحبوا يكتبوا في الجوانب ويخلدوا اسمهم، لكن مسلة الملك رمسيس الثاني عشان ما يغيروش من الاسم يحطوا أساميهم، هو عمل زي ما تكون خدعة كده ان هم كتب الاسم من تحت، فما بياخدوش بالهم وما يقدروش يغيروا من الاسم بتاعه. زي ما انتم شايفين. سلام عليكم.